السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. الملك فاروق كان لونه المفضل الأحمر، وكان عايز يكون هو الوحيد اللي بيتميز باللون ده. تعالوا نشوف عمل ايه. ممنوع أي مواطن مصري يشتري عربية لونها أحمر. ده كان فرمان ملكي غريب أصدره الملك فاروق في فترة حكمه في القرن العشرين، وده من ضمن قرارات كتيرة غريبة ما كانتش في الحسبان شافتها مصر خلال الفترة دي. بس أمر العربية مختلف وشخصي بالنسبة للملك فاروق. كان بيرفض أي مواطن سواء مصري أو أجنبي على أرض مصر يسوق ويمتلك عربية لونها أحمر، لأنه كان بيعشق اللون الأحمر وعايزه ليه هو بس. وكان بيغضب جدا لو لقي حد معاه عربية حمراء. عدد عربيات الملك فاروق وصلت لحد 200 عربية. كانت هواية الملك فاروق عشق العربيات بشكل خاص، فكان بيحب يجرب كل حاجة جديدة ومميزة في عالم العربيات، وبشكل خاص كان بيفضل العربيات الرياضية. عنده حب العربيات من هو ولسه طفل. الفنان محمود شكوكو عاند الملك فاروق في الفرمان اللي أصدره. راح الفنان شكوكو اشترى عربية حمراء، ولما وصلت للجمارك في الإسكندرية رفضوا خروج العربية بسبب حب الملك فاروق للون الأحمر والفرمان اللي أصدره بمنع أي مواطن من ركوب عربية حمراء. الناس شافت العربية في الجمارك وبسرعة وطيران على القصر الملكي عشان يبلغوا الملك فاروق باللي عمله شكوكو. والحق يا حضرة الملك، شكوكو اشترى عربية حمراء. لكن الملك فاروق فاجأهم بقبول الأمر واستثنى الفنان شكوكو من الفرمان الصادر، ووافق على امتلاك شكوكو للعربية الحمراء زي الملك فاروق. عربيات الملك فاروق: أول عربية ساقها الملك فاروق كان عنده 13 سنة، وكان عنده شغف خاص بالسيارات، وكان ده بسبب والده الملك فؤاد اللي كان بيرفض اختلاط ابنه الأمير فاروق بالأطفال اللي في سنه. وعشان السبب ده كانت من هوايات الملك سواقة العربيات داخل القصور الملكية من خلال سنوات عمره الأولى. وفي خلال سنين قليلة بعد ما تولى الملك فاروق الحكم كان عنده مجموعة كبيرة من العربيات الإيطالية والإنجليزية والألمانية، وامتلك عربيات ما شافهاش المصريين في عهده. العربيات دي كانت بتتصنع له مخصوص. ومع مرور السنين وتقدم الملك فاروق بالعمر اتجه لتغيير عربيته اللي بيستخدمها في المهمات الرسمية. اشترى سيارة رولز رويس، وكمان اشترى عربيتين تانيين في أوائل الأربعينات. وخلصت حكايتنا، ورحم الله الملك فاروق والفنان محمود شكوكو.